السلام عليكم، مرحبا بك معايا فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم طريقه ديال البطبوط معمر، طريقه لرمضان المقبل ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. طريقه اللي زوينه وغتعجبكم بزاف، ولا جاوبتوها غتعجبكم، نتمنى تجاوبوها. هانتوما تيجيو لذاذين بزاف وخفافين، بالنسبه للانسان يكون صايم خفافين. والطريقه ديال البطبوطه عندي على القناه طريقه زوينه بزاف وتيجي خاوي من الداخل، نتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه. بسم الله. نديرو بصله البيضاء اولا الحمراء اللي موجوده، نديرو الزيت ونخليوها تنزل. الملحه ضروري على حسب الذوق. صافي نحركوها ونخليوها حتى تنزل، ما نديروش العطريه في الاول باش ما تحرقش العطريه. من بعد ما نزلت البصله نديرو فلافل حمراء خضراء صفراء اللي موجوده، نديروها اللي كاينه ولو يكون غير نوع واحد. وقد داوند اولا سيدنا موسى. نخليوها حتى طيب مزيان ونعرفوها بلي راها طابت، دخلها الطياب. نديرو العطريه، الخرقوم، ابزار، الحار اللي كيبغيه، تحميره، فلفل احمر، واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس. ما نديروش العطريه بزاف في البصله لان حتى الكفته راه فيها العطريه، واللي ما يكونش داير العطريه في الكفته يدير بحسابه. صافي من بعد ما طابت عاد نديرو الكفته. راكو عارفين الكفته دغيا كطيب. انا عندي الكفته عندي فيها العطريه ديالها. الا كانت الكفته ما فيهاش العطريه نقويو العطريه في البصله. الا كانت الكفته كاينه فيها العطريه نديرو غير بحساب البصله وصافي. صافي نخلطوها مزيان حتى طيب. هانتوما طابت، ما بقاش فيها الماء، بقات غير ديك الزويته خفيفه. خليوها حتى تشرب مزيان. هانتوما بقات غير ديك الزويته، ما بقى لا ما لا حتى شي حاجه. نديرو الخس، فوماج مربع، والبطبوط. البطبوط عندي طريقه زوينه وغزاله على القناه وتيتحل بوحدو. الفرماج اي نوعيه كتفضليها نتوما بسهوله كيتحل، غير تجبديه تسخنيه بحال عاد طيبتيه. صافي نقطعوا هذا المربع على 4 باش يكفينا، واللي بغى يديرها كامله يديرها على حسب الذوق والاختيار. انا كل بطبوطه كندير فيها مربع. غير تجبديه من الكونجيلاتور، ديه في الفواني يسخن بحال عاد درتيه. صافي تعمري على حسب الكميه اللي راكي باغا. ديري فيها شوي طريف ديال الخس. هانتوما تيجي غزال. نفس الطريقه هاد البطبوط هذا نحتاجوه بزاف في رمضان.
ان الانسان يكون صايم، وهاد الطريقه هذه بنادم تياكلها وتجي صغيره دغيا كتكال. بغيتي تسبقي الخس هو الاول سبقيه، اللي سبقتيه هو هذاك نفس الطريقه. حتى الدراري كيديوه للكوتي المدرسه تيجيه مغزال. صافي نبقاو بهاد الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. شوفوا معايا تيجي واحد الطبق اللي غزال وكيشهي. نتمنى تجاوبوا هاد الطريقه هذه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.